هو هابي شم نسيم وكل سنه وانتم طيبين وكل حاجه، بس انا عايزه افهم بقى، المصريين القدماء لما احتفلوا بشم النسيم من آلاف السنين كان عندهم طقوس كتيره جدا، احنا ليه سيبنا حاجات ومسكنا في حاجات؟ مسكنا في الفسيخ والبيض الملون، اعتبروه بيض ملون، مع ان المصريين القدماء كان عندهم سبب مقنع ان هم ياكلوا الحاجات دي، احنا ما عندناش. يعني الفسيخ كان عندهم سمك كتير جدا وما عندهمش تلاجة، فالسمك هيبوظ منهم، كان لازم يملحوه، لقوه اتفسخ منهم فسموه فسيخ. والبيض الملون عندهم كان عاده دينيه، كانوا بيكتبوا عليه امنياتهم ويعلقوه على ورق الشجر علشان ياخد بركه الشمس لما تطلع عليه تاني يوم الصبح، وكانوا فاكرين ان كده امنياتهم هتتحقق. احنا بقى ما بنعملش كده، احنا بنلون البيض ونرجع ناكله تاني عادي جدا. هتقولي دي عادات وتقاليد بقى. طب يا عم، ما هي من العادات والتقاليد برضه عند المصري القديم ان هو لما كان بيصحى من النوم الصبح يوم شم النسيم ده كان بيدي مراته بسم الله الرحمن الرحيم كده بوكيه ورد زهرة اللوتس اهو. ومش بس كده، ده كان بيخرجها يفسحها عند الاهرامات ويحتفلوا سوا بشم النسيم. انت بقى رحت قافش في البيض والفسيخ وسبت الورد. سبت الورد ليه؟ افهم.